بقالنا فترة بقى بنعمل دايت، خلاص كفاية كده دايت بقى، نجرب بقى نعمل قرنبيط بطريقة حلوة ومقرمش جدا جدا، وهتعجبكم أوي الطريقة دي لما تجربوها. يلا بينا على الطريقة والمقادير. هنقطع أول حاجة القرنبيط زهرات كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده في مية مغلية ومحطين عليها كمون نسلق الزهر بتاعنا لغاية أما نيجي نغزه كده بالسكينة يتغز، ونروح مطلعينه وحاطينه في مصفى. أهم حاجة ينشف كويس. بعد كده هنحتاج 4 فصوص توم كبار نهرسهم، عليهم 3 بيضات، عليهم رشة فلفل أسمر وملح وكمون، ممكن تزودوا شطة ده زي ما انتوا عايزين، وتقريبا نص كوباية دقيق، عليهم كوباية مية. ونقلب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما يدينا القوام اللي انتوا هتشوفوه ده. أهم حاجة إن القوام لا يكون تقيل ولا يكون خفيف عشان يمسك بس كويس في الزهر. وبعد كده نجيب بقى النبيط اللي نشف نحطه في الصوص بتاعنا، وبعدين في زيت حامي، اهم حاجه يكون الزيت سخن قوي، نروح حاطين الزهر بتاعنا. بعد كده نسيبه بقى لغايه اما يبقى لونه ذهبي. اول ما يبقى لونه ذهبي نروح مطلعين. هيطلع كرانشي جدا وطعمه حلو جدا جدا، هتعجبكم قوي الطريقه دي. وفي نفس الوقت الطريقه دي ما تخلوش يشرب زيت كتير. وبس بقى، وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولوا لي ايه رايكم فيها، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب. شايفين بقى لونه ذهبي ازاي ومقرمش جدا.